وبيبدأ فيلمنا في البرازيل وبالتحديد سنة 1971 لما كان النظام الدكتاتوري هو النظام المسيطر على الدولة واللي كان مخلي القادة العسكريين والجيش متحكمين تقريبا في كل حاجة، والشعب ملوش أي رأي وأغلب حقوقهم مسلوبة. وده بقى خلى مجموعة من المعترضين على الظلم ده يكونوا أحزاب علشان يدافعوا بيها عن حقوقهم، وبسبب ده بدأت حرب سياسية بين القادة العسكريين والأحزاب دي. المهم إننا بنشوف مجموعة أطفال بيلعبوا على الشط، وفي الوقت ده بيلاقوا كلب لطيف خالص فبيقفوا يلعبوا معاه، ولما بيعرفوا انه ملوش صاحب بيقرر مارسيلو واحد منهم انه ياخده ويهتم هو بيه، وسريع سريع بيرجع البيت بيه علشان ياخد موافقة اهله. لكن الخدامة اول ما بتشوفه بتقوله انسى ان والدتك توافق لان الكلب مش نظيف، ومع ذلك مش بيهتم برضه وبيقرر انه يقنع والده الاول ويخليه هو يقنع والدته. في البداية والده ما بيكونش موافق خالص، لكن من زن مارسيلو عليه بيستسلم وبيوافق. وفي مكان تاني بنشوف فيروكا أخت مارسيلو الكبيرة وهي راكبة عربية مع صحابها، وبيكونوا ماشيين يصوروا الشوارع ومستمتعين بوقتهم مع بعض لحد ما مجموعة من الجنود بيوقفوهم وبيخلوهم ينزلوا وبيفتشوهم واحد واحد، وبيكون تعامل الجنود معاهم سيء جدا وفي كمان تطاول بالكلام، وده لأن في شلة صحاب نفذوا عملية إرهابية الصبح فبيكونوا شاكين فيهم. أما عند دلال والدة فيروكا بنشوفها واقفة قلقانة عليها لأنها اتأخرت بره على غير عادتها، فبيطمنها جوزها وبيقول لها إنها أكيد يعني راحت توصل صحابها وزمانها رجع فما توترش نفسها على الفاضي. وفي الوقت ده بيسمعوا خبر في التلفزيون بيتكلم عن العملية اللي اتنفذت الصبح واللي بسببها في راجل دبلوماسي اتخطف بعد ما الحارس بتاعه اتقتل، وإن الإرهابيين اللي نفذوا العملية دي 8 شباب وبنت بينتموا لمنظمة معروفة باسم تحالف التحرير الوطني. وبتوصل فيروكا للبيت في الوقت ده وهي متوترة والخوف باين على ملامحها، ولما والدتها بتسألها عن اللي حصل بتحكي لها عن اللي الجنود عملوه معاهم وازاي كانوا قلالات ذوق وبيتعاملوا معاهم بعنف. فهنا والدها بيوضح لها ان ده بسبب اللي حصل الصبح وانهم بيحاولوا يقبضوا على المجرمين، وبيطلب منها بقى تقلل خروجاتها الفترة دي شوية لحد الوضع ما يهدى علشان ما تحطش نفسها في مشاكل. وفي الوقت ده دلال مراته بتتكلم معاه عن ان ديفا صاحبتها عايزاهم يسافروا معاهم لندن ويعيشوا كلهم هناك، بما ان الاوضاع السياسية هنا في البرازيل مش احسن حاجة، لكنها رفضت. فصاحبتها دي بقى اقترحت عليها تسافر فيروكا معاها بما انها وهيلينا بنت صاحبتها دي اصحاب هما الاتنين وخلاص على وشك انهم يدخلوا الجامعة، فيدخلوا حاجة كويسة في لندن لان التعليم في البرازيل مش أحسن حاجة. ولما بتاخد رأي فيروكا بتوافق وهي مبسوطة لأن أصلا كانت أحلامها تسافر تدرس برا. ولما بتعرف إن السفرية خلاص بعد كام يوم بتبدأ تجهز نفسها وبتعمل والدتها حفلة بسيطة في البيت بتعزم فيها صحاب العيلة علشان يودعوها. ومن كلام ديفيد جوزها مع أصحابه بنعرف إن المنظمة اللي خطفت الدبلوماسي حررته بعد ما خلت الجيش يحرر 70 شخص كان مقبوض عليهم بسبب السياسة. وبيكون ديفيد وأصحابه متوقعين إن الجيش مش هيسكت على اللي حصل ده وهيدخل في حرب مع المنظمة دي، وكل ده هيجي على دماغ الشعب. المهم إن بعد ما بيخلصوا كلام عن السياسة والحوارات دي كلها بيروحوا يستمتعوا مع أولادهم وبيقضوا كلهم وقت لطيف مع بعض. وبالليل ديفيد ودلال بيتفاجئوا بأشخاص ما يعرفوهمش جايين يطلبوا إن ديفيد يروح معاهم علشان هيتحقق معاه بخصوص انه عضو في الكونجرس. ولما ديفيد بيقول انه كان عضو من كام سنة وحاليا لا، بيقولوا له ان معاهم اوامر وبينفذوها. ففي النهاية بقى بيضطر يروح معاهم بعد ما بيطمن مراته واولاده بان كل حاجة هتكون تمام وعلى بالليل بالكتير هيكون راجع. هنا مراته بتتفاجئ بان في 3 اشخاص من اللي كانوا جايين علشان ياخدوه هيفضلوا معاها هي والولاد في البيت لحد ما يرجع. ومع انها بتكون متوترة وخايفة وحاسة كده ان الموضوع كبير، إلا إنها بتتمالك أعصابها علشان الولاد ما يقلقوش. ولما الليل بيدخل والوقت خلاص بيتأخر وبتطلب من شاندر واحد من ال3 أشخاص إنه يتصل باللي شغال معاهم ويعرف جوزها هيرجع إمتى. بيقول لها بقى إنه للأسف ما يقدرش يعمل كده، وبيأكد عليها لو حد اتصل أو جه سأل على جوزها تقول إنه مسافر في شغل، ده لو مش حابة يعني إن هي وولادها يتأذوا. وتاني يوم بتتفاجئ بأشخاص تانيين
تانيين جايين ياخدوها هي وليلى بنتها التانية علشان يتحقق معاهم هما كمان، وده طبعا بيخليها تخاف وتقلق أكتر، لكن برضه بتفضل متماسكة قدام ولادها. ليلى هي كمان بتكون خايفة، فبتطمنها بإن محدش هيقدر يأذيها. وفي طريقهم بقى للتحقيق الشخص اللي بيكون واخدهم بيخليهم يلبسوا أقنعة سودا علشان ما يعرفوش عنوان المكان اللي هم رايحينه. المهم إنهم أول ما بيوصلوا بيشيلوا القناع عن دلال، وما بتلاقيش ليلى جنبها. بتسأل المحقق الموجود عنها وعن جوزها، فبيتجاهل سؤالها عن جوزها وبيقول لها ما تقلقش على بنتها وإنها كويسة، كل الحكاية بس إن بيتحقق معاها في أوضة تانية. وبيقول لها إنه عارف إن هي وديفيد متجوزين من 18 سنة، وبيسألها لو أول ما اتجوزته كان بيشارك في تحركات الشيوعيين والحاجات اللي ليها علاقة بده، فبتقول له إنها ما تعرفش حاجة، لكن متأكدة إن جوزها استحالة يعمل كده. فبيقول لها بقى إنه متورط مع الإرهابيين وكان بيتواصل معاهم، لكنها ما بتصدقش برضو إنه يعمل حاجة زي دي، وبتقول للمحقق إن أكيد في حاجة غلط، بس المحقق بيفضل مصر على إن كل كلمة قالها صح. وبيوريها صورة لمدرسة وبيقول لها إن المدرسة دي متورطة مع جوزها، وكانت هي اللي بتساعد ديفيد يوصل الرسائل للإرهابيين، وإنهم قبضوا على ابنها اللي هو كمان متعاون معاها وهو متلبس، وبيكون عايزها تعترف بكل حاجة جوزها عملها، لكن لأنها مش عارفة حاجة فما بتتكلمش. وبسبب ده بيفضل حابسها في زنزانة لوحدها فترة كبيرة، وكل يوم يعيد معاها التحقيق من تاني ومن غير ما يطمنوها على بنتها. ولما بيتأكدوا انها ما تعرفش حاجة فعلا بيخرجوا، وبتكون اول حاجة بتعملها لما بترجع البيت هي انها بتدخل تطمن على ولادها اللي بيكونوا نايمين. ولما بتلاقي ليلى خرجت هي كمان ونايمة معاهم بتطمن. بتدخل بقى تاخد شاور وهي مصدومة ومش مصدقة ازاي حياتهم اتقلبت في لحظة كده، وما بتكونش مقتنعة نهائيا بان ديفيد جوزها ممكن يكون فعلا اتعاون مع الإرهابيين، وده لأن ديفيد أكتر حاجة كان بيخاف عليها هم ولادهم، فاستحالة يورط نفسه ويورطهم في حاجة زي دي. وتاني يوم أول ما بتصحى وبتلاقي ليلى نايمة جنبها بتسألها لو كان حد عمل لها حاجة وقت التحقيق أو حد أذاها أو رخم عليها، ولو كانت شافت والدها هناك، فبتطمنها بإنها كويسة وما حدش لمسها، وكل اللي قالته في التحقيق هو إنها ما تعرفش حاجة، وبتنفي إنها شافت والدها أو سمعت عنه حاجة. ولما صحاب العيلة بيعرفوا عن اللي حصل ده بيروحوا يواسوها وبيطمنوها بإن ديفيد هيرجع قريب زي ما حصل مع غيره، لكنها ما بتكونش مرتاح، فبتبدأ تلف على أقسام الشرطة قسم قسم علشان تعرف هو محجوز فين، لكن من غير فايدة. وكل ما تروح اسم يقولوا لها إن جوزها مش محجوز عندهم وإن أصلا ما اتقبضش عليه، وتقدم بلاغ للشرطة الفيدرالية. ولما بتروح لمدرسة أولادها اللي المفروض إنها اتقبض عليها لما اتقبض على ديفيد وخرجت بعدها علشان تشهد بإن هي وجوزها اتقبض عليهم فعلا، بترفض إنها تعمل كده، وده بسبب خوفها من إن يتقبض عليها تاني، وبتطلب من دلال ما تجيلهاش مرة تانية علشان ما تورطش نفسها في مشاكل أكبر منها، لأن دلوقتي كلهم في خطر. وفي طريق دلال مع ولادها للبيت لما بيسألها ولادها الصغيرين عن والدهم بتفهمهم إنه في رحلة تبع شغل ومش عارف يتواصل معاهم علشان مضغوط، وكمان المكان اللي فيه ما فيهوش شبكة، وما بتجيب لهمش أي سيرة عن اللي حصل. وأول ما بيوصلوا البيت بتلاحظ إن في أشخاص في عربية قاعدين بيراقبوا البيت من بعيد، فبتدخل الأولاد بسرعة وبتقفل الباب. ولما بتسأل زيزي الخدامة لو كانت تعرف مين اللي في العربية دول أو شافتهم قبل كده، بتقول لها إنها ما تعرفهمش، لكن بقالهم كام يوم واقفين في نفس المكان ده ومركزين مع البيت زيادة عن اللزوم. وبالليل دلال بتروح تقابل لويس صديق ديفيد على أمل إنه يكون عارف حاجة عنه أو يطمنها، لكن للأسف بيعترف لها إن ديفيد متورط فعلا وإن هو كمان متورط معاه، لكنهم ما عملوش حاجة غير إنهم كانوا بيوفروا أماكن للسياسيين اللي بيهربوا من السجن علشان يستخبوا فيها، وبيوصلوا رسائل لأهلهم يطمنوهم عليهم، لكن ملهمش أي علاقة بالعمليات اللي السياسيين دول كانوا بينفذوها ولا بالنزاع المسلح اللي حصل بينهم وبين الجيش. وبينهي كلامه معاها بإن مفيش أي أدلة تثبت إن ديفيد متورط، يعني هيعتقلوه بكده
بالكتير شهرين، ويخرجوه لما يلاقوه رافض يتكلم. فبترجع البيت وهي بتتمنى ان ده فعلا اللي يحصل والموضوع ما يكبرش. بعدها على طول بتلاقي الكلب بتاع ولادها مقتول في الشارع، وبتعرف ان الاشخاص اللي بيراقبوا البيت هم اللي عملوا كده، فخلاص ما بتقدرش تستحمل وبتروح تتخانق معاهم. فبياخدوا بعضهم وبيمشوا، وبتكتشف لينا واحدة من بناتها حوار ان والدها معتقل، فبتفقد اعصابها وبتلوم والدتها بانها خبت عليها. فبيشدوا مع بعض في الكلام لحد ما دلال هي كمان بتفقد اعصابها وبتضربها بالقلم علشان علت صوتها عليها. بالليل ودلال واقفة تبص من شباك اوضتها، بتشوف واحدة مغطية وشها، فبتقرب من البيت وبتسيب ظرف من تحت الباب. ولما بتفتح علشان تعرف هي مين، بتعرف انها مدرسة اولادها، وبيكون الظرف ده فيه اعتراف بخط المدرسة بان الجنود لما اعتقلوها اعتقلوا ديفيد هو كمان معاها، وكانوا بيعذبوه جوه السجن، وانها سمعته من الزنزانة بتاعتها وهو بيتحايل عليهم يدوله ميه. دلال ما بتلحقش تفرح بانها لقت دليل على ان جوزها اعتقل فعلا وانها بتقدر تخرجه. فبيجي صحفي على معرفة بجوزها تاني يوم يعرفها انه وصل له معلومات بانه للأسف توفى. ولما بتطلب منه ينشر الكلام ده ويكشف حقيقة الحكومة القذرة وتعذيبهم وقتلهم للمساجين من غير أي رحمة، بيقول لها إنه للأسف مش هيقدر يعمل كده، وإلا هيحصل معاه نفس اللي حصل مع زوجها هو كمان. وبيقول لها تنسى إنها تاخد جثته لأنهم أكيد هيتخلصوا منها علشان يداروا على الأساليب اللي بيستخدموها في التحقيقات. وبيعرفها انهم في الغالب بيتخلصوا من الجثث بانهم بيرموها في البحر او بيدفنوها في الغابات، وبينصحها بانها تتعامل بان خبر وفاته ما وصلهاش علشان ما يقبضوش عليها من تاني. وده فعلا اللي بتعمله دلال. حتى أولادها نفسهم ما بتقولهمش حاجة، وبتفضل متحملة الألم لوحدها وكاتمة جواها. دلال بيكون عندها قطعة أرض بتضطر تبيعها علشان تقدر تصرف على الولاد، لأن فلوسهم اللي في البنك خلاص خلصت. وأول حاجة بتعملها هو إنها بتدفع لزيزي الخدامة مرتباتها المتأخرة، وبتعتذر لها على إنها مش هتقدر تشغلها تاني لأن الوضع المادي مش كويس. وبعد فترة بترجع فوريكا من السفر بعد ما عرفت بخصوص اللي حصل وإن والدها اتقبض عليه والكلام ده كله، لكن ما بتكونش عارفة إنه أصلا مات. ولما بتقعد هي واخواتها يتخانقوا علشان اخدوا اوضتها ومش عايزين يفضوها لها، بتقولهم والدتهم ان مفيش داعي لخناقتهم دي، لانها اصلا اجرت البيت لاشخاص هيفتحوا مطعم وهم هيروحوا يعيشوا مع جدهم وجدتهم، لانها هترجع لشغلها من تاني كدكتورة في الجامعة ومش هتكون فاضية انها تهتم بيهم. بيعترضوا كلهم على القرار ده وما بيكونوش حابين ابدا انهم ينقلوا، لان المكان ده هو اللي اتربوا فيه وكل اصحابهم هنا، لكنها بتفضل مصرة على قرارها ده لأن ما قدامهاش حل تاني. فبيستسلموا هما كمان، وفي النهاية بياخدوا حاجتهم وبيسافروا. وبعد 25 سنة بنعرف إنهم رجعوا للمدينة من تاني، وبنعرف كمان إن والدتهم طول السنين دي كلها كانت بتكتب عن الفساد اللي النظام الدكتاتوري اتسبب فيه، وكانت بتوصل كتاباتها دي للعالم كله وبتشجع الناس على انهم ما يسكتوش على الظلم اللي بيتعرضوا له. وبعد السنين دي كلها بتقدر تثبت فعلا الظلم اللي جوزها تعرض له، وانه اتقتل على ايد الجنود المفروض انهم بيحموا الشعب، وانهم ما اكتفوش بقتله، ده كمان اتخلصوا من جثته وحرموا اولاده من انهم يودعوه للمرة الاخيرة. وبتقدر بعد 25 سنة من عدم الاستسلام انها تطلع له شهادة وفاة. وهنا بنعرف ان مارسيلوا ابنها بقى كاتب مؤثر هو كمان، لكنه للأسف بيكون اتصاب بجلطة بسببها حصل له إعاقة وما بقاش يمشي. أما في الوقت الحالي بنشوفه هو وأخته التوأم وهم قاعدين يتفرجوا على صور طفولتهم مع والدهم. ولما أخته بتسأله دي كانت إمتى، حس إن والده مش هيرجع تاني خلاص، مع إن والدتهم ما كانتش معرفاهم بموته. فبيقول لها بقى إنه حس بده بعد 1.5 سنة من اختفائه لما شاف والدتهم بتتبرع بهدومه. ولما بيسألها نفس السؤال بتقوله إنها عرفت من وقت ما والدتهم قالت إنهم هيروحوا يعيشوا في القرية. بعدها أخته دي بتسافر تدرس برا في منحة كده، وبتلاقي والدتها اسطوانة بالصدفة في قلب حاجات تخص ديفيد جوزها، ولما بتشغلها بتلاقي عليها فيديو ليهم مع أولادهم، فبتنهار وبتكون كل السنين دي كلها مش قادرة تنسى ولا
ولا تتخطى حبها. بتعدي سنة في التانية وأولادها كلهم بيتجوزوا وبيخلفوا، وهي لا قادرة تنسى ولا برضو تتخطى. بس الجانب الكويس في الحكاية هو إنه بفضل كتابتها دي وتوعيتها للناس قدروا يتغلبوا على النظام الدكتاتوري اللي كان مخلي القادة العسكريين والجيش متحكمين في كل حاجة، وبقت خلاص السلطة في إيد الشعب، وبقى عندهم القدرة إنهم يعترضوا على أي ظلم بيتعرضوا له وما يقبلوش أبدا بقرارات مش عايزينها. وبكده تكون نهاية ملخصنا النهاردة. لو عجبك الملخص ما تنساش تقول لنا في الكومنتس وتقترح علينا أفلام نلخصها المرة الجاية.